بوليسيستيك اوفرز. يعني ايه؟ يعني تكيس المبايض. في حالات بنات صغيرين وبنات متزوجات بيقولي احنا عندنا سمنة وعندنا تكيس مبايض، وده بيمنع مشاكل. يعني لو هي متزوجة بيمنع الحمل، ولو هي بنت بيبقى عامل مشاكل جامدة زي مغص جامد، بيعمل مشاكل معاهم كبيرة. طيب احنا ازاي نتخلص من البوليسيستيك اوفرز؟ لازم اقلل مقاومة الانسولين. اغلبية اللي عندهم مشاكل في التبويض بيبقى عندهم سمنة مفرطة. تكيس المبايض ده جه من مقاومة الانسولين. انت بتاكلي سكريات كتير، بتاكلي نشويات كتير ازيادة من حاجتك، فده عمل لك مقاومة للانسولين، فجه الانسولين يدخل الخلية مش عايزة تفتح له، فحصل مقاومة انسولين، فخزنتي دهون زيادة، فما بقاش فيه تبويض. طيب كمان بيحصل لك ان زياده في شعر الوجه، زياده في شعر الجسم. هرمون الذكوره بيزيد، التستوستيرون بتلاقي في هرمون الذكوره في الجسم بيبقى زياده عن حده الطبيعي. بيحصل مود اكتئاب. تمام. نسبة الحمل بتقل، بتبقى 10%، ونسبة العقم بتوصل ل90%. احنا طبعا يعني عايزين نعالجه، وعلاجه سهل جدا، والموضوع سهل وبسيط. بتقللي موضوع مقاومة الانسولين عن طريق ان انت بتقللي الحاجات اللي بتسبب ان زيادة الانسولين في الجسم، عن طريق ان انت تمنعي النشويات وتمنعي السكريات، تقللي العصبية، تعملي رياضة. لازم تخسي، تاكلي خضار كويس. تاني حاجة تلعبي رياضة. النوم لازم يبقى جيد في زيرو لايت ويكون بالليل. لازم أخس علشان البوليس. مقاومة الأنسولين لازم أعمل فيها رياضة علشان تخف من عندي مقاومة الانسولين. اعمل رياضة ليه يا دكتور؟ عشان ازود العضلات. لازم اعمل منافذ جديدة للانسولين يروح يحرق فيها السكر اللي انا موجود في جسمي. تمام. لازم اعمل منافذ جديدة للانسولين في العضلات. يعني اما يبقى عندي عضلات كتير عن طريق الرياضة، انا كده بستهلك جزء من الانسولين في العضلات. عشان ايه؟ اعمل لي عضلات. تمام. لازم يبقى في نوم ديب سليب. لازم انام نوم عميق في زيرو لايت من الساعة 10 بالليل لحد الفجر. ده النوم اللي ربنا وصفه لنا، وجعلنا الليل لباسا. لازم ننام عشان هرمونات الجوع والشبع في الجسم تتظبط، عشان الجسم ما يبقاش متلخبط. لاحظ نفسك ان انت لما ما بتنامش بالليل وبتفضل سهران طول الليل، هتلاقي نفسك رايح جاي على التلاجة بتاكل حاجات ملهاش اي لازمة خالص، ولا انت اصلا جعان عشان تاكلها. انت مجرد ان انت هرمونات الجوع والشبع عندك اتلخبطت، فبقيتش عارف انت جعان ولا شبعان، فبقيت عمال تاكل اي حاجة وخلاص. وده طبعا بيتخزن لدهون. لازم يا جماعة نظبط نومنا. لازم العصبية تقل عشان هرمون الكورتيزول يقل، علشان مقاومة الانسولين تخف وتتعافوا منها نهائيا. لازم ناكل الخضروات بتاعتنا علشان نخس، علشان صحتنا تبقى افضل، علشان ما يحصل لناش تصلب شرايين، ولا تكيس مبايض، ولا سمنة مفرطة، ولا فشل كلوي، ولا زهايمر بسبب مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين خطيرة جدا على الجسم لو احنا سبناها وما عالجناهاش. لازم نعيش حياة صحية كما ربنا أمرنا. النعمة اللي ربنا أعطاها لنا هي الجسد، ولازم نحافظ عليه بكامل صحته. علاج مقاومة الانسولين ان انا اقلل السكريات. يعني ممنوع الكنافة، القطايف، البسبوسة، الكيكة، الحاجات المسكرة النون هيلثي دي. كمان ممنوع عليا ان انا اكل بكميات كبيرة في النشويات زي الرز، البطاطا، البطاطس، البقوليات، المكرونة. يعني بلاش مكرونة، خلينا دايما في الرز. طبعا العيش ممنوع. الحاجات دي هتقلل معاكي مقاومة الانسولين، هتخلي الانسولين يقل، هتخلي المقاومة بتاعته تقل، هتخلي الانسولين هيقدر يفتح الخلايا ويدخل السكر بتاعك جوه الدم، جوه الخلية، عشان تستفيدي منه بعد كده في الطاقة بتاعتك، من غير ما يتخزن دهون عندك.
طيب ايه المسموح ليا وانا عندي مقاومة انسولين ان انا اكله عشان يساعدني ان انا اخف من مقاومة الانسولين دي، واقدر احرق الدهون المتخزنة عندي حول منطقة الخصر والظهر والوسط والفخاد وكل، يعني بتبقى سمنة لو كانت تتحول بقى كمان لسمنة مفرطة زيادة. انا مسموح لي اكل الخضروات كلها، عندك البامية، الملوخية، الفاصوليا، الجزر، البروكلي، الطماطم، الخيار، كل ده عندك، يعني عندك حاجات كتير وخيارات كتيرة جدا جدا جدا. تاني حاجة لازم أقلل العصبية، لازم أهدى عشان هرمون الكورتيزول ينزل، علشان الجسم يبدأ يتعامل طبيعي مع هرموناته. تالت حاجة لازم أنام نوم صحي، النوم بتاع بالليل اللي هو بتاع يعني الدنيا ضلمة خالص خالص، بعد الساعة 10 أضلم أوضتي خالص، زيرو لايت، وأنام نوم عميق. لازم أخش في الديب سليب علشان جسمي. مقاومة الأنسولين بتسبب السمنة. طيب أنا إزاي أعرف أن أنا عندي مقاومة أنسولين وإزاي أعالجها؟ يعني ايه اصلا مقاومة انسولين يا دكتور؟ مقاومة انسولين يعني الانسولين زاد في الجسم، فجه علشان يفتح الخلية عشان يدخل السكر، فالخلية مش عايزة تفتح. ليه؟ لان الانسولين بقى كتير، فالخلية خلاص ما بقتش عايزة تفتح ولا تدخل السكر، فبقى السكر ده بيتخزن في الجسم كدهون. ده معناه ان الانسولين قاوم، خلاص مقاومة الانسولين، عشان كده بتحصل السمنة. طيب احنا ازاي ما يبقاش عندنا مقاومة انسولين؟ نعالجها ازاي؟ اقلل السكر اللي باخده من بره، اقلل النشويات، اريح البنكرياس اللي تعبان معايا ووصل لمرحله مقاومه الانسولين، ووصل لمرحله ان الدهون بدات تزيد حول منطقه الخصر، وبقى في عندي كرش ووسط وظهر حاجات كتير كده ملظلظه بتخلي شكلي وحش وبتخلي صحتي وحشه، وبتعمل مشاكل في الكوليسترول، بتعمل سمنه مفرطه. طيب بتعمل ايه كمان؟ بتعمل تصلب شرايين، وبتعمل كمان تكيس مبايض، وبتعمل فشل كلوي، وبتعمل كمان زهايمر. يا جماعة حافظوا على صحتكم، الصحة نعمة ربنا أعطاها لينا عشان نحافظ عليها، مش علشان ندمرها. كان معاكم دكتور شيرين إبراهيم نصر. اعملوا سبسكرايب على القناة وفعلوا الجرس، هيوصلكم مني كل يوم معلومة جديدة.